سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد ووصفه جديده. كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو رايحه ندير لكم هذه الوصفه مسكوتشو بذوق الليمون. راني طيبته في المول العجيب كما راكم تشوفوا مع كريمه الليمون. شوفوا هذا منعش، زيد خفيف ويجي مشرب وما يجيش كامل، فيه الحموضيه تاع القارص. على بالي هذه الوصفه راح تعجبكم وتعتمدوا عليها كامل في الوصفات تاعكم. يعني كل ما تتشهوا حاجه منعشه بالسيترون تروحوا تجروا ديروا هذه الوصفه. الوغ تبعوا معايا، نعطيكم مقادير تاع هذه الوصفه مع طريقه التحضير. كيما راكم تشوفوا الحاجه الاولى نبدا نوجد ان سيرو. قلت لكم باسكو هذا المسكوتشو يجي مشرب. دونك واش درت في كاسرونه نص كاس تاع السكر مع نص كاس تاع جو دو سيترون، يعني تشدوا القارص تعصروه، نزيد عليه كاس تاع الماء. هذا ما كان، هادو هما مكونات تاع السيرو اللي نسقي به المسكوتشو تاعي. نخلطهم هكذا بارد في بارد، يعني السيرو باين بلي هكا ساهل، يعني الطريقه تاعو ما تسحقش، يعني ما تحتاج شرح كبير. نحطو فوق النار نخليه يغلي. اون فوا يرفد الغليه نحسب عليه 5 دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد دو كوتي. دوكا نروحو نديرو المسكوتشو تاعنا. في ريسيبيون ندير 4 حبات بيض يكونوا بحالة الغرفه، ندير عليهم رشه قرص مع كاس غير ربع السكر، وهنايا زاز تاع السيترون يعني قشور الليمون. نخلط هكذا مليح بالباتور حتى الخليط هذا كما موالفه نقول لكم يبيض والحجم تاعو يتضاعف. وموالفه نقول لكم ونزيد نعاود لكم هذه المرحله مهمه باش ينجح لكم المسكوتشو ولا الكيك. لازم تطلعوه مليح، لازم هذاك السكر يذوب. اون فوا تكملوا هذه المرحله نكملوا المراحل والمقادير الاخرين، وفي نفس الوقت انا راني نقولهم لكم وانتم اكتبوهم باش ما تنساو حتى مكون وبالمقادير المضبوطه. انا دوكا هنا كيما راكم تشوفوا الخليط تاعي راهو بياض والحجم تاعو راهو ضاعف. قلت لكم لازم تتحصلوا عليه هكذا كيما راه. نزيد عليه دوكا الزيت درت نص كاس تاع الزيت، نزيدهم في نفس الوقت نخلط، يعني مازالني نخدم بالباتور ونزيد هذاك الزيت على دفعات، يعني ماشي نحب نرميه كامل على جهه. ومن بعد نزيد الحليب. بالنسبه للحليب كيما راكم تشوفوا عندي كاس غير ربع، وكيما راكم تشوفوا تاني الكاس اللي راني نكيل به المكونات اللي راني نخدم بهم هو يعني نفس الكاس راني خدمت به كامل المكونات، يعني كيلت به السكر، كيلت به الزيت، كيلت به الحليب، وراني رايحه نكيل به تاني الفارينه. هنا دوكا رانا كملنا مع السوائل ونروحوا للنواشف. عندي هنا كيما راكم تشوفوا درت 2 كيسان تاع الفارينه، لازم تكون فرينه مغربله، مع ملعقه كبيره تكون بومبي تاع مايزينا، وزوج اكياس تاع خميره كيميائيه بوزن 10 غرام، يتمازوج يطيحوا لكم 20 غرام تاع خميره كيميائيه. ندير هذا الخليط تاعي ونخلطها هكذا بالفوي ولا كيما تحبوا. يعني انا شوفوا بديت نخلط بالفوي ومن بعد ما ساعدنيش في الخدمه حبست وكملت بالباتور، يعني هكذا تخليطه خفيفه برك باسكو هنا نسحق برك الفارينه هذيك تمتزج يعني مع الخليط الاول. من بعد هنايا نروح نشعل الفور تاعي على 180 درجه نخليه يسخن، ونجيب المول تاعي ندهنه بالزبده ونرشو بالفارينه. انا شوفوا هنايا نقول لكم حاجه صراحه دهنته بالزيت، يعني درت زيت ورشيت الفارينه، مي كي جيت نحيها مور ما طابت يعني جاتني شويه واعره. دو بريفيرونس وموالفه نقول لكم ننصحكم لازم تديروه بالزبده، يعني تدهنوا المول تاعكم بيان بالزبده وترشوا عليه فارينه. يعني هذه مرحله باش تضمنوا ما راحش الكيك تاعكم للمسكوتشو يلصق، وتقدروا ديموليوه فاسيلمون. نحطو يطيب ونعسوه في طياب. شوفوا يدي لكم تقريبا واحد 40 ل 45 دقيقه بيان سور. من بعد كي تشوفوه خلاص ولا حمر، انا شوفوا شعلته غير من التحت وحمار لي من الفوق، يعني حمار كامل طاب على طاب كيف فوالا. هنا دوكا نجو نديرو كريمه الليمون اللي رايحين نفرغوها فوق الكيك تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا عندي 2 صفار بيض، زدت عليها تاني نص كاس عصير الليمون، ونزيد معاها كاس تاع الماء. كيما راكم تشوفوا راني ندير كلش بارد في بارد. الوغ نعاود لكم، شفتوا درنا 2 صفار بيض، نص كاس تاع عصير ليمون، كاس تاع الماء، وهنا درت قسم 4 ملاعق كبار تاع السكر، ونزيد 2 ملاعق كبار تاني تاع المايزينا.
نخلط كامل هاد المكونات بارد في بارد ونحطها فوق النار حتى تغلي باش من بعد نحيها. وهنايا شوفوا عندكم كريمه الليمون هذه ديروها كي تشوفوا الكيك تاعكم خلاص راهو طاب، قعدوا له واحد 5 دقائق ولا باش تنحوه من الفرن التم اللي توجدوا كريمه الليمون هذه لازم نديروها هي هكاك شويه سخونه باسكو لو كانت تبرد ما يجيش الشكل تاع شباب كي نحطوها فوق الكيك. دونك انا هنايا راني حطيتها فوق النار قلت لكم حتى ترفد الغليه. ومن بعد هنا كيما راكم تشوفوا مر ما غلات لي هاد كريمه الليمون راني نحيتها على النار وزدت درت لها ملعقه تاع الزبده كيما راكم تشوفوا نخلطها مليح حتى تذوب هذيك الزبده وتنسجم مع الخليط تاعي يعني مع الكريمه نخلطها بيان حتى تولي ما تبانش عفوا. ومن بعد نصفيها انا هاد الكريمه صفيتها يعني لتفادي يكونوا عندها كاش زعما شوائب ولا زعما هذاك البيض غلبنا وطاب شويه منه ولا المهم باش تجي كريمه تاعكم ليس دو بريفيرونس تصفوها. الوغ انا صفيتها هنا دوكا شوفوا الكيكه تاعي يعني المسكوتشو تاعي مور ما ديموليتها راكم تشوفوا كيفاش جاني وجهها شويه متشنشف. هنا قلت لكم باسكو كنت دهنت المول تاعي بالزيت ورشيت عليه الفرينه. الوغ كيما موافقه نقول لكم من الافضل ديروه بالزبده يعني دهنوا المول تاعكم بالزبده ورشوا من بعد الفرينه هكا يجيكم ساهل كي ديموليوه. انا صراحه قلت لكم كي درت الزيت جاني شويه واعر باش نحيتو من المول سي بور سا جاني هاد الشكل بصح معليش دوكا كي نديكوريوها ما تبانش من نتوما باش ما تطيحوش في هاد الخطا قلت لكم ديروه بالزيت. من بعد راكم تشوفوا راني جبت هذاك السيرو تاعي هو بارد والكيكه تاعي مازالها شويه سخونه وشربتها بيان بهذاك السيرو يعني كامل الكميه درتها. وما تنسوش الاطراف لازم تديروا لهم شويه بزياده. من بعد فرات كريمه الليمون وهي مازالها تاني سخونه قلت لكم نحيوها ديروها طيب اون فوا تشوفوا الكيك تاعكم يعني المسكوتشو تاعكم راهو خلاص ما بقالوش بزاف واحد 5 دقائق وتنحيوه من الفور يعني لو طون تزيدوا له الزبده وتصفيوه راهو واجد فرغوه فوق الكيكه تاعكم. هنا بالنسبه للتزيين انا زينتها غير فرغت لهذيك الكريمه تاع الليمون درت التزيين سينو نتوما تحبوا تخليوها تبرد شويه تحكم روحها هذيك الكريمه من بعد ديروا الديكوراسيون تاعكم. سينو انا كنت مزروبه ديكوريتها هذاك الوقت ديجا مي يعني ماشي حاجه غراف يعني تقدروا ديروا كيما درت انا يعني. من بعد هنا شوفوا بالنسبه للتزيين كيما نقول لكم دائما التزيين يبقى اختياري على حساب واش عندكم نتوما في الدار. انا راكم تشوفوا على الاطراف تاعها كامل درت هكذا شويه نواه كوكو. من بعد هنا شديت لا شونتيي طلعت نص كاس تاع لا بودر شونتيي زدت لها ربع الكاس تاع الحليب بارد طلعتها بيان وراني درتها في بوشادوي ودرت هذاك الشكل درتها هكذا غير من الكوتي. من بعد كي كنت مع الاول نبوشي فيها في هاد لا كريم كنت رايحه نحط فوق كريمه الليمون ومن بعد ما عجبتنيش قلت نخليها على الاطراف على يعني فوق الكيك برك ما نحطهاش فوق كريمه الليمون سي بور صاني هذاك الكوتي اللي جا شويه حابط راني عاود طلعته بالموس. وكيما قلت لكم ونعاود لكم التزيين اختياري نتوما ديروا الطريقه اللي تحبوا تقدروا تستغناو على كريمه على لا شونتيي وديروا لا مورينغ. كنت ديجا شاركت معكم واحد الوصفه هكذاك بلا مورينغ يعني تلقاو التفاصيل تاعها في الرابط تاع الوصفه راح نخليه لكم في صندوق الوصف من تحت. وشديت من بعد هكذا شويه قطع تاع الليمون راني حطيتهم الفوق وشويه بيستاش يعني باش ندير شويه الوان في الكيكه تاعي وتخرج شابه وانتم قلت لكم زينوها بالطريقه اللي تحبوا. هذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها. شوفوا مسكوتشو يحمر الوجه بذوق الليمون. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه بارطاجيوها وديروا لي جيم خليوا لي رايكم في التعليقات واللي يشوف لاشين تاعي بور لا بروميير فوا يدير لي ابوني. وقبل ما نكملوا لازم تحطوها تبرد بيان باش تاكلوها هكا تستمتعوا بذوق الليمون. هيا نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه واحده اخرى. سلام.